فاتورة الكهرباء بقت بتخض ناس كتير، وكل شهر نفس السؤال: هو الاستهلاك ده جاي منين؟ الحقيقة اللي ناس كتير ما تعرفهاش إن في أجهزة في البيت ممكن تكون السبب الأساسي وإنت مش واخد بالك، وده اللي وضحه خبير الطاقة والتنمية المستدامة الدكتور خالد عبد الرحمن الفرة، وقال إن التوفير بيبدأ من عاداتنا اليومية. يعني مثلا الغسالة الأوتوماتيك من أكتر الأجهزة اللي بتستهلك كهرباء، خصوصا لو بتشغلها على كميات قليلة، وده بيخليها تسحب كهرباء أكتر من الطبيعي. كمان في حاجات ناس كتير بتعملها من غير ما تحس، وهي إنهم يسيبوا الشواحن في الفيشة أو الأجهزة على وضع الاستعداد زي التلفزيون والريسيفر، وده لوحده ممكن يستهلك حوالي 5% من الكهرباء. غير كده التكييف والسخان والتلاجة من الأجهزة اللي لازم تستخدم صح، لأن أي استخدام غلط فيها بيزود الفاتورة بشكل كبير. يعني مثلا التكييف الأفضل إنه يتظبط على 23 درجة عشان يوفر في الاستهلاك، وكمان السخان تشغيله بشكل مستمر أحيانا بيكون أوفر من تشغيله وفصله كتير. يلا قولنا في تعليقات إيه أكتر جهاز حاسس إنه بيرفع عندك الفاتورة.